تقرت ما كانتش تعرف الاعتداء، كنت تمشي مع الثلاثة نتاع الصباح وانت فرحان. اليوم ولا الانسان ما يقدرش يمشي، ما يقدرش يمشي مع العشرة نتاع الليل، ولا يخاف على نفسه. البيوت نتاع تقرت كانت كلها مفتوحة، الديار كانت مفتوحة يا شباب، البيوت كانت مفتوحة، الإنسان يرد الباب فقط. اليوم ولا في كل باب في كل بيت كان باروداج، ما كناش نعرفوا الباروداج إطلاقا. كانت الناس رغم الفقر اللي كان موجود، لكن كانت القلوب صافية، وكانت النية صافية، وكانت الرحمة في القلوب، وكان المسؤول يؤدي الواجب نتاعو على أكمل وجه. ما كانش يحب الكرسي، ما كانش يدير حملة انتخابية حفاظا على الكرسي. واحنا شفنا في قفة رمضان كيفاش يتوزع، شفنا قفة رمضان كيفاش يتوزع. لو نروح نمشي للبلدية ونقبض مسؤول من البلدية ونقول له في القطاع نتاع قداش كاين فقير، قداش كاين أرملة، قداش كاين ضعيف، قداش كاين بطال، والله ما يعرف، لكن يعرف اللحم قداش وصل، ويعرف الخضرة وين راها، ربما ممكن توصل للبيت. هذا مشكل بالنسبة للشباب، الشباب في معاناة كبيرة، والحمد لله الآن اللي راني نشوف كل شعوركم أسود، معناها راكم شباب، ونتوسم فيكم خير، والله نتوسم فيكم خير. ولهذا يا إخواني النقطة الثانية جانب التنمية، ولما راني نقول تقرت راني نقول تقرت الكبرى، لأن تقرت لوحة فسيفساء، سي ان طابلو موزايك، سي ان طابلو دو موزايك، فيها الأحمر والأخضر والأصفر وكذا، والدم اختلط، وما كان حتى واحد يفرق بين الدم من اللي كنا صغار. في تقرت موجودين فئة اليهود هنا في تقرت، والناس لازم تعرف، الشباب ربما ما يعرفش. وكانت المدرسة الأولى اللي كانت في تقرت سي جي، مدرسة ابن خلدون، اللي هي كانت المدرسة أول مدرسة، وكانت جامعة، كان فيها الابتدائي والمتوسط والثانوي، كان يسموها لو سينما جنرال على ليبوك، وكانت فيها الجزائريين، وكانت فيها مجموعة من اليهود، وكانوا فيها الفروسيين اللي كانوا عايشين وساكنين هنا، كانوا جيراننا. هذه تقرت، هذه تقرت كبيرة، ونتأسف أنه في تقرت بلاد العلم ما يكونش فيها مركز جامعي، وتعشي البنت نتاعنا تتشرد. اروحوا تشوفوا بناتنا كيفاش راهم يروحوا، ولادنا كيفاش راهم يروحوا الورقله، كيفاش الاكتظاظ في الحافله وما يقدروش يلحقوا. ويعشي الانسان طالق بنته لهي ويفكر في ماكلتها، وما طالب البنت اكثر من ما طالب الذكر. الذكر يقدر يرقد البر في الكرتون، البنت ما تقدرش، البنات ما يقدروش. الآباء الآن مساكن في معاناة، عندنا أرامل، عندنا فقراء، عندنا محرومين. ولهذا يا إخواني الكلام للمسؤولين، وكل مسؤول والله مقعده فوق النار يوم القيامة، والله لا تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا زكاتك، لأن المسؤولية مسؤولية كبيرة فوق. سيدنا عمر بن الخطاب وش يقول؟ يقول والله لو عثرت دابة بالعراق لسئلت عنها يوم القيامة. حتى أنه يصلي يقول والله رجلي في الجنة وما عملت أن أدخل الجنة لعل تعود ترجع ويروح للنار. ما تنفعناش صلاتنا، ولعل رانا نصلوا منافقين احنا، ولعل صلاتنا راهي نفاق، ولعل راهي كذب، ولعل راهي تغطي على أمور. ورانا نشوفوا يوم الجمعة بمجرد ما يقول الإمام السلام عليكم نلقاو الحصار في الباب، الناس هاربة من الجامع، احنا ولينا هاربين، والذراري صغار لبسوا فيهم قدام الباب. الحاجة الثانية المدينة تاع تقرت الآن ما كانش طريق، الآن راه مريقل، ما كانش طريق، الآن راه سالم، محتاجين للتعبيد. ونعطي لكم حاجة بسيطة بالنسبة لبلدية تقرت، بلدية تقرت خاصة، امشوا روحوا شوفوا الطريق اللي عملوها كما السكنات تاع ليسان سامباك،
عندها 4 أيام ولا 5 أيام اللي ما تخدمت. القدرون طار قرافي محطوط. وين المسؤول اللي يخرج يراقب؟ كاين احياء ما عندهمش الماء، ما عندهمش الماء، والماء ضايع في الطريق. راكم تشوفوا في الماء راه ضايع في الطريق. راكم تشوفوا لي زيفوندرومون، ارض راهي تنزل ولا واحد يحضر. روحوا للسي 130 نلقاو حفره في الوسط، لا جاتها بلديه تقورت ولا جاتها بلديه تبسبس. المواطن مهمل، مقصى، مهمش. ضاع الفكر، وضاعت العلم، وضاعت الثقافه، وضاعت الاخلاق، وضاعت البنيه التحتيه ضاعت. اسمحوا لي في بعض الاحيان اللي نتجاهل غلب. احنا عندنا ازدواجيه اللسان تعبنا، ولهذا يا اخواني انا نشكركم، نشكر الشباب وبارك الله فيكم، وربي يجازيكم وربي يوفقكم. وهذا والله دفعتوا فينا امل احنا الكبار. انا عندي اليوم اشغال ولكن اهملتها، فرحت وجيت حضرت معاكم. جيت حضرت معاكم. ربي يوفقكم ان شاء الله، ونبقى معاكم، ونبقى مساندكم. وانا جزء منكم، ما نقولكمش راني القدام لا، لازم نكون معاكم. ربي يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله لما فيه الخير. والسلام عليكم وبارك الله فيكم، ورانا مازال موجودين ان شاء الله، والعمليه تستمر. الله يبارك عمي. الرحمن الرحيم. نحن ممثلي جمعيات المجتمع المدني بتقورت مشاركين في الوقفة المنظمة أمام مقر المقاطعة الإدارية من أجل التعبير عن تذمر المجتمع المحلي من الوضعية المؤسفة التي آلت إليها مدينتنا على جميع المستويات بسبب سوء التسيير وتهميش صوت المجتمع. ونلخص مطالبنا في النقاط التالية. بالنسبة للصحة، التأخر الذي تجاوز كل الحدود في مشروع المستشفى الجديد، المشاكل المستمرة في مستشفى سليمان عميرات والتي يدفع ثمنها المواطن والمخلصون في هذا القطاع، تحديد آجال صادقة لافتتاح الهياكل الصحية المعطلة مثل مستشفى تماسين. بالنسبة للسكن، التأجيل المتكرر والغير المبرر لتوزيع السكنات الجاهزة منذ سنوات، مما يؤدي إلى احتقان اجتماعي يتنامى يوما بعد يوم. بالنسبة للنقطة هذه أكد أن السيد الوالي أعطى عدة وعود وعدة